صاحب الشقة دي ما كانش متخيل إنها ممكن تتقسم كده. دي شقة مساحتها 120 متر. المفروض إن احنا كنا هنعمل التصميم ال 3D بس بتاعها، لكن بصراحة ما قدرتش. كان في مشاكل كتير جدا في التقسيم، تعالوا نبص عليها مع بعض. الشقة في الأساس مقاساتها كويسة، الأضلاع كلها مستطيلة وإجمالي المساحة حوالي 120 متر. لو بدأنا من البداية خالص فده سلم العمارة، بطلع كده وبعدين بلاقي قدامي بابين. ده باب للشقة بيدخلني على طرقة، وده برضو باب للشقة بس بيدخلني على الصالة. لو دخلت من الباب اللي بيدخل على الطرقة هلاقي على ايدي الشمال مطبخ كبير، والحيطة المتلونة دي المفروض ان كان هيتعمل فيها بار للمطبخ. بعد كده لو كملنا هنلاقي مدخل من الطرقة يدخلني على الصالة، والناحية التانية هلاقي عندي حمام، وبعدين أوضة النوم الكبيرة، أوضة أطفال أصغر شوية. طيب هي إيه المشاكل اللي موجودة عندي هنا أصلا؟ المطبخ المفتوح فكرة كويسة، بس المهم يكون مفتوح على إيه؟ المطبخ مفتوح على حيطة. وجود بابين للشقة ده ما كانش مناسب خالص، غير وجود مساحات كبيرة للطرقة تعتبر مساحات ضايعة. احنا عملنا كذا بديل لتقسيم الشقة دي، ده هو البديل النهائي اللي استقرينا عليه. احنا هنا لغينا الباب اللي كان موجود من الطرقة، واحتفظنا بس بالباب اللي في الصالة، والمساحة اللي كانت جوه الطرقة دي هي دخلت معانا جوه المطبخ. ده خلى مساحة المطبخ أكبر بكتير، بقى واخد كل الأجهزة اللي احنا ممكن نحتاجها، وكمان البار بقى منطقي أكتر، لأن المرة دي بار المطبخ بقى فعلا مرتبط بمنطقة المعيشة والسفرة، وبقى مدي اتساع عام لكل المساحة بتاعة الصالة. اللي كنا محتاجينه هنا هو منطقة معيشة كويسة مع تلفزيون كبير وترابيزة سفرة مناسبة للاستخدام اليومي. غرفة الأطفال في التقسيم القديم كانت نهايتها هنا، لكن بعد التعديل كبرنا الأوضة دي بحيث إنها تبقى واخدة سريرين كبار ودولاب ضخم جدا ومكتب وتسريحة، والأهم مساحة حركة ولعب كبيرة جدا هتكون مناسبة لكل المراحل العمرية. نرجع تاني جنب المطبخ هنلاقي ان احنا حركنا الحمام لتحت شوية، بس عملنا حمام كويس جدا فيه كل اللي انا هكون محتاجه. واللي انا بلونه بالاحمر ده بقى هو بس الطرقة بتاعتي، لان غرفة النوم الرئيسية بقت فعليا بتبدأ من هنا. الأوضة دي اتحولت من أوضة عادية لجناح نوم كبير جدا. بيبدأ أول ما بدخل قدامي ألاقي على إيدي الشمال حمام كامل كبير مناسب لكل الاحتياجات بتاعتي. بعد كده دريسنج روم كاملة، عرضها مش كبير صحيح، لكن الحقيقة ان هي اكبر بكتير من اي دولاب عادي ممكن نتخيله. وبعد شوية بلاقي الأوضة نفسها. الأوضة بقى نفسها فيها السرير كبير وتسريحة وتلفزيون وكل اللي أنا محتاجه. ده كان التعديل المعماري، خلى الشقة دي تتحول من تصميم تقليدي مليان مساحات ضايعة لتصميم مختلف تماما بيحقق فعلا اللي صاحب المكان كان نفسه يعمله. ده كان التعديل اللي احنا عملناه. قولوا لي رأيكم، هل التعديل ده فرق فعلا في الاستفادة بمساحة الشقة ولا الفرق مش كبير؟